هدف التقدم لصالح المنتخب الجزائري. يا رضوان يا رضوان، هذه كرة تصل على شيخ اليسار، انطلاقة ممتازة الفريق البحريني والتعادل، ولكن عبادة بالتغطية تعود مرة أخرى، مرة أخرى طويلة ملعوبة طويلة، العرضية حلوة 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 حلوة، لا 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 لا، مباراة مجنونة، مباراة مجنونة، مباراة انفتحت الشهية، انفتحت الشهية، انفتحت الشهية، يا بولفينا يا بولفينا يا بولفينا، عادل بولفينا يضع البصمة الناجحة الثانية في شباك المنتخب البحريني. 2-1 لا مباراة، 5 دقائق طبيعية، سهلة يمكن 5 دقائق في البطولة حتى الآن، فيها 3 أهداف. شوف الأسيست، شوف الأسيست، ما أحلاك ما أحلاك. الحكم النيوزيلندي لم يتخذ قرار ويقول ركلة جزاء، ويقول ركلة جزاء، يقول ركلة جزاء. الحكم على الأول ياسين ياسين ياسين، نجاح تام في خداع الحارس عمر سعيود، اللاعب الجزائري صاحب الخبرة الكبيرة وكابتن الفريق هذا اليوم أمير سعيود. هذه كرة أمامية حلوة وبالعرض 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 ملعوبة لسه خطيرة لصالح المنتخب الجزائري، والتسديد والرابع مش معقول. الهدف مين؟ الهدف بولفينا ولا بركان؟ بولفينا ولا بركان؟ لأنه على ما يبدو بركان غير سير الكرة، غير سير الكرة براسه. إذا على ما يبدو أنه رضوان بركان غير سير الكرة بالراس. 4-1 النتيجة ثقيلة وكبيرة ولكن مستحقة بكل تأكيد. فعالية هجومية عالية عالية عالية. إذا انتظار الثلاثي هذه البحرين والعراق حتكون مباراة كبيرة، ربما ستكون بحثا عن صدارة المجموعة، لكن لا ينسى أبدا الفريق السوداني. ننتظر الفريق السوداني في هذه المجموعة القوية. يوم العراق والسودان مباراة في منتهى القوة. الخامس يا بولفينا، الخامس الحاسم. يا على 5-1، يا على 5-1 لصالح المنتخب الجزائري. شفنا الفريق البحريني بيحاول لكن دون خطورة.